المشاهد، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. كل عام وحضراتكم طيبين وبعود الايام علينا وعليكم بخير ورمضان كريم. كل يوم معانا سؤال من سيادتكم في احدى التعليقات اللي بتتم على كل الحلقات والريلز بتاعتنا. النهارده هيبقى ضيف حلقه النهارده احد المهندسين معي في المكتب، هيطرح عليا سؤال وهنجاوب لحضراتكم. محدش يطلع من الحلقه، لان كل ما بروح معاينه والاقي مشكله بقول يا ريت الناس دي كانت سمعت المعلومات وكانت استريحت. خليكم معايا. النهارده معانا ايمان هتتكلم بالنيابه وتسالني بالنيابه عنكم. هنشوف ايمان هتقول لنا ايه النهارده. ايوه ايمان، ازيك؟ ازي حضرتك يا هندسه؟ ربنا يخليك، اتفضلي. ربنا يخليك. عندنا النهارده احد العملاء برضو بيسال، بيقول انا لو عندي سقف برممه، هل ممكن اصب فوق منه سقف تاني وابتدي اشيل السقف القديم من تحت بعد ما اصب السقف اللي فوق؟ والله يا جماعة الموضوع ده متكرر كتير جدا، وللأسف في مهندسين كمان بيعملوه. ما ينفعش يا جماعة. أولا الحديد تحت، حديد التسليح تحت في آخر السقف من تحت، فما ينفعش ان انا اصب سقف من فوق وبعد كده ابقى اقشر السقف من تحت. ده مش شغل هندسة، دي فكرة مهندس او صنايعي او مقاول عملها والفها، لكن هي فكرة ليست فكرة هندسية. انا مش هطول عليكم الحلقة، لكن هقول لكم دي فكرة خطأ خطأ خطأ. الترميم اللي في المواصفات تقشير السقف من تحت، تركيب حديد بإعادة التصميم أو ريديزاين للمبنى مع التلبيش بإحدى الطرق اللي موجودة. غير كده الترميم خطأ. تمام يا هندسه، متشكرين لحضرتك جدا. تحت أمرك، شكرا. وإن شاء الله يوميا هيبقى معانا سؤال مع أحد المهندسين وهنقول إجاباته. الأسئلة دي أسئلتكم انتوا وتعليقاتكم انتوا. انتظرونا بكرة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.